السلام عليكم. خالص تعزينا قبل ما نبدأ أي حاجة، خالص تعزينا لأهلنا في ليبيا والمغرب على مصابهم، وربنا يتقبل الأموات ويجعلهم شهداء إن شاء الله، ويرد المصابين لأهلهم تاني. في حادثة ظهرت على السوشيال ميديا بقالها كام يوم، اللي هي نتيجة تناول شاب لطبق مكرونة أدى إلى وفاته. تعالوا بقى نعرف النهارده إيه اللي حصل. بس قبل ما نبدأ باحب أذكركم إن المحتوى الجيد بيموت بالمتابعة الصامتة، فبعد إذنكم تعليق حضراتكم ومشاركتكم للفيديو والإعجاب بيه بيؤدي لانتشار المحتوى ده من المحتويات الهادفة على الإنترنت. قبل أي حاجة لازم نبقى عارفين إن في حاجة اسمها بكتيريا اسمها الباسيلس سيلس أو البكتيريا الشمعية العصبية، ودي بتكون موجودة في النشويات، وهي كمان بتكون موجودة في التربة. البكتيريا دي بتكون في طور التحوّصل بتاعها طول ما فيش داعي لنموها، اللي هو بيكون فيه حرارة ووقت ومَد أو رطوبة. فبعد إذنكم لمّا نكون بنسخّن حاجة أو بنسوّي حاجة، نشيلها من التلاجة من النار، نبرّدها ونشيلها في التلاجة أو الفريزر لو إحنا مش هناكلها في وقتها. لأن البكتيريا دي أول لمّا بتخرج من دور التحوّصل بتاعها، بتبتدي تنشط وبتبتدي تتكاثر وبتبتدي تفرز إفرازاتها السامة. زي ما إحنا اتكلمنا قبل كده في الحلقات قبل كده إن البكتيريا مش هي اللي بتموت أو مش هي اللي بتمرض، المشكلة أكتر في الإفرازات بتاعتها، هي الإفرازات هي السموم. فبعد إذنكم لو سمحتوا لمّا نكون بنسخّن أكل أو بنسوّي أكل، نحاول إن إحنا نوصّله لدرجة غليان محترمة، درجة حرارة كويسة، بحيث إن إحنا نقضي على البكتيريا. وبعدين إذا كنا نبرّده بسرعة وندخّله التلاجة أو التفريز لو إحنا مش بنحتاجه دلوقتي. طيب، إحنا كده اتكلّمنا عن البكتيريا، تعالوا نتكلّم إيه اللي حصل للشاب ده. الشاب ده اللي عمله إن هو طبق المكرونة ده كان متساب برّه التلاجة، ولمّا سخّنه في الميكروويف وكَله على طول، فجاله نوبة قيء وإسهال واتنقل على المستشفى ومات. طيب، هل طعم الأكل ما اتغيّرش، هل ريحته ما اتغيّرتش؟ للأسف إن في أنواع بكتيريا ما بتغيّرش لا ريحة ولا طعم ولا شكل الأكل حتى لو هو باظ، وحتى لمّا أنا أسخّنه مش هيبان فيه ريحة. طيب، زي ما قُلنا إن الراجل ده خَد المكرونة سوّاها وبعدين سابها برّه التلاجة، وبعد كده سخّنها في الميكروويف وكلها بعد كام يوم. فاللي حصل إن هو مات بسبب تأثير السم الخارج من البكتيريا دي. بعد تشريح الجثة اكتشفوا فعلًا وجود البكتيريا دي جوّه أمعائه. فبعد إذنكم يا جماعة، ناس كتير أوي هتبعت لي وتقول لي إحنا بناكل رز بايت بقى لنا سنين وما حصلناش حاجة. يا فندم، مش معنى إن أنت بتاكل بقى لك سنين معناها إن ما عندكش مشكلة. البكتيريا دي يا جماعة طول ما هي تحت ال10.000 لكل جرام فهي في الحدود الآمنة، لكن لو زادت عن كده بتبقى ممرضة. طب ناس برضه هتقول لي ما إحنا بناكل وعادي وبناكل رز بايت والكلام ده كله. يا فندم، أمهاتنا متعودين زمان إن هم الرز بيهدى بيدخلوه التلاجة، ده حاجة طبيعية. بس في ناس للأسف بتنسى، وستات بيوت الجديدة بتتغافل عن الموضوع ده، ما عندهاش وعي. فبعد إذنكم الموضوع مش سهل ومش بسيط، ودي حياتك وحياة أسرتك وحياة ناس مربوطة بيكي. أنا بتكلم بقى ستات البيوت. مش معنى كلمة إن أنا بقى لنا سنين بناخد على كده لأ، معناها إن في حدود أمان أو في كده خلاص أنا الحياة بيس وعادية. لأ، مفيش الكلام ده. دلوقتي إحنا في عصر المعلومات فيه كويسة، وإن إحنا نقدر ناخد معلومات بشكل كويس وبشكل صحيح وبشكل علمي من ناس كتير. فبعد إذنكم إحنا بنتكلم بشكل علمي هنا وبشكل مدروس عن المخاطر الغذائية أو مخاطر السلامة الغذائية. إحنا بنقول يا جماعة كلوا، بس لازم تبقوا عارفين إن أنت هتاكل أكل بارد أو أكل آآ ساقع، لازم تكون حاطّه في درجة تبريد على الأقل 4 مئوية. الأكل النشويات الباردة هي صحية، بس الأولى إن إحنا بدل جلب المنفعة إن إحنا ندرأ المفسدة. فإحنا هنسخّن الأكل، يبقى نسخّنه في درجة حرارة محترمة ونحفظه بشكل كويس. ده مختصر الكلام يا جماعة، عشان في ناس هتقعد تتكلم وتقعد تقول وتقعد تعيد وتقعد تهري. النشويات أو المكرونة أو الرز بعد إذنكم تتاكل يا إما في وقتها، ما فيش داعي إن إحنا نشيلها في التلاجة
يعني نطبخ الطبخة واحدة، لو هنشيله في التلاجة نشيله بسرعة، نسخّنه مرّة واحدة، ناكله مرّة واحدة وخلصنا. ما ينفعش إن أنا أسخّن وأبرّد وأشيل، وأسخّنه تاني وأبرّده وأشيل، وأسخّنه تاني وأبرّده. ده أنت كده عزمت البكتيريا، يعني عزمتها على العشا وخلّيتها تاكل وتحلّي. لو سمحتوا، ما فيش كلمة وجع البطن ولا دلق الطبيخ وأكلة تفوت ولا حد يموت والكلام اللي إحنا متربيين عليه ده. لو سمحتوا، في دلوقتي علم، في ناس بتوصّل لكم المعلومة، فبعد إذنكم اسمعوا الكلام و خلّيكم ناس فعلًا عندكم ثقافة الغذاء. أشوفكم دايمًا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.